طبعا يعني زياره. الفريق وصل النهارده بالليل الى برج العرب الفندق، ومستر اوناسيو الجهاز المعاون جه، وجالي هاني زاده واسماعيل يوسف. وانا طبعا بعد انا قلت ان احنا هنعمل قعده مع المدير الفني بالليل، لما وصل متاخر حوالي الساعه 1 قعدنا اتناقشنا في كل حاجه. قلنا له طبعا الثقه، عندنا ماتشين مهمين جدا جدا، ماتش بكره الاتحاد السكندري وماتش ان شاء الله يوم الاحد. قلت له وجهه نظري، شرحت له وجهه نظري فيما مضى. قلت له عايزين نركز الصفحه اللي فاتت ونركز باذن الله في ماتش الاتحاد وماتش اهلي طرابلس. وفهمتوا حاجه، ان جماهير الزمالك عاطفيه، ماتش هيطلعوا السماء وماتش يجيبوا الارض. لو ان شاء الله ربنا كرمه في الماتش بتاع اهلي طرابلس وماتش النادي الاهلي، هيلاقي الناس بيشيلوه على الاعناق زي ما حبوه اول ما جه. قفلنا صفحه كابس تماما، لكن اتناقشنا في امور كثيره بتهم الفريق. اللعيبه اللي هتقعد، اللعيبه اللي هتمشي، اللعيبه المتمرده وكل دون. فانا برحب بيه في بيتي يعني هنا، اهلا بيه. وان شاء الله تركيزه كامل في ماتش يوم بكره او النهارده طبعا، لان الساعه دلوقتي الساعه 3 تقريبا، وبعدين ماتش الاهلي طرابلس. عايز اشوف باذن الله 25,000 مين برج العرب، ان شاء الله هنكسب باذن الله، هنعدي الدور الثاني باذن الله. وبقول له اتوا الصفحه اللي فاتت كانها مش موجوده، وعايزين نكمل باذن الله. وزي ما قلت له بقول له تاني، جماهير الزمالك محترمه جدا، ماتش هيخليه في السماء زي ما بعملوا مع مجلس الادارات. بيكسب المجلس بيشيلوه في السماء، بيخسر او بيتعادل بيقعدوا طبعا كل واحد بيقدره بكلمه بيقولها. اهلا بيه عندي هنا في البيت ان شاء الله. نعم. وان شاء الله انا عندي اجتماع مع اللعيبه يوم الجمعه، نحضر ماتش بكره، اجتماع مع اللعيبه علشان اي لاعب برضه يحس المدرب ماشي، بيبقى بيشوفه بنظره مهزوزه عشان يفهموا لا المدرب موجود. و 80% من المشاكل بتحصل في الملعب بسبب اللعيبه. واقول تاني، اللاعب اللي مش قادر يلبس فانيله نادي الزمالك اتفضل مع الف سلامه، يجيب لي عرض ويتكل على الله. Coach, most welcome of course. And today as you arrived to Alexandria here for preparing for 2 days. And then you and your crew came here with Ismail Yusuf and myself. And we discussed with President some matters, but we are already closed or shut down the last match, and now we are concentrating the match of today because we are very late now or very early in the morning with Ittihad, and then on Sunday with Ahli Tripoli. And he's talking to you as usual. We don't like to speak about the past. And he will come on Friday night to meet you and to meet the crew and to meet with the players and say to the players about your importance and about your support of the Zamalek, and nobody touch you, etc., etc. And they have to obey for you. And also he said that the one player, any player who does not respect the T-shirt of Zamalek, he will not be any longer exist in Zamalek. And welcome you to his home, and thank you very much. Thank you, President. Thank you. And eu espero علي صوتك في العربيه. que amanhã Tomorrow, e principalmente domingo, Sunday, será a aula do Tripoli e possamos ficar todos contentes. بصوت عالي. اللي هو يتمنى ان بكره ويوم الاحد ان الفانز جمهور الزمالك يبقى مبسوط سعيد. Porque Zamalek é big club, نادي الزمالك نادي كبير، big name in Africa and in the world. اسم كبير قوي in افريقيا وفي العالم. E se não passar à fase seguinte, não qualification is a grande challenge for me, for President, for fans. ولو هو لا قدر الله ما تأهلش، دي صدمة كبيرة له وللرئيس والإدارة ونادي الزمالك. Okay, the game at Tripoli and the defenders, an honor
And the Zamalek, the people of Zamalek, the people of Egypt. It's very important the Zamalek qualification because the big name is the story the Zamalek. ولازم ان احنا يوم الاحد في رايي هو ان الزمالك هيتاهل، لان ده له مجد كبير للزمالك، مجد كبير لكل الشعبيه الطاغيه بتاعت نادي الزمالك. Okay, inshallah. ان شاء الله. شكرا. شكرا. شكرا.